الفكرة اللي بعد كده بعنوان قانون فعل الكتلة، افهمه وإن شاء الله تعرف تحل أي سؤال. قبل ما نحل السؤال تعال نفتكر قانون فعل الكتلة. احنا عندنا البلورة بتاعت السيليكون ممكن تكون نقية وممكن تكون غير نقية أو بيسموها مطعمة. المطعمة دي بيقسموها إلى نوعين، في واحدة اسمها N طيب واحدة اسمها B طيب. طيب سواء بلورة نقية أو غير نقية بينطبق عليها قانون فعل الكتلة اللي هو بيقول حاصل ضرب تركيز الإلكترونات اللي هي N في الفجوات بيساوي مقدار ثابت اللي هو NI تربيع. والمقدار الثابت ده ما بيتغيرش إلا بتغير درجة الحرارة، يعني لو البلورة نقية وضفت لها شوائب دون تغيير درجة الحرارة يبقى المقدار الثابت زي ما هو. طيب في حالة البلورة النقية بنلاقي إن ال N بتساوي ال B، يعني ال N طالما بتساوي ال B يبقى ممكن لو عايز أجيب ال B آخد جذر NI تربيع على طول. يبقى دي البلورة النقية. فالبلورة ال N طيب اللي بنضيف فيها ذرات يا إما فوسفور أو أنتيمون أو زرنيخ، أي كلمة من التلاتة دول تجيلي يبقى ده تركيز الإلكترونات. وفي البلورة N طيب سموها كده لأن الإلكترونات أكتر بكتير جدا من الفجوات. طب لو عايز أطبق القانون بقى، أنا أي حاجة في دول يبقى جبت ال N. طب لو عايز ال B في المسألة ديت هقول إن ال B بتساوي NI تربيع، لو عايز ال B هقسم NI تربيع على N. في البلورة المطعمة اللي هي B طيب طبعا سموها كده لأن الفجوات أكتر من الإلكترونات، لو ضفنا ألمونيوم أو بورون، مش بروم، برون أو جاليوم، أي واحد من التلاتة دول يبقى ده الفجوات. طب لو معايا الفجوات وعايز الإلكترونات يبقى هتساوي NI تربيع على B. يبقى ده ملخص قانون فعل الكتلة. أنت بقى على حسب المسألة شوف بيقول إيه؟ بلورة شبه موصل نقي تعامد بذرات ألمونيوم، يبقى إحنا شغالين هنا. ذرات الألمونيوم تركيزها 10 أس 13 يبقى دي البي، يبقى البي ب 10 أس 13، يبقى لما نيجي هنا يبقى البي ب 10 أس 13 سنتيمتر أس سالب 3. فإذا علمت أن تركيز الإلكترونات في البلورة المطعمة، يعني مديني كمان الإن، يعني هو مديني الإن والبي ب 10 أس 11. عايز تركيز الإلكترونات الحرة في البلورة النقية، عايز إن في البلورة النقية. عشان أجيب الإن ممكن أقول لها بتساوي جذر إن أي تربيع، بس أنا معيش إن أي تربيع، هجيبها بقى من هنا. ممكن أقول إن في بي بتساوي إن أي تربيع، أهي إن في بي بتساوي إن أي تربيع. طب ما هي البي هنا ب 10 أس 13 والإن 10 أس 11، لما نضربهم في بعض يدينا إن أي تربيع، تطلع إن أي تربيع ب 10 أس 24 سنتيمتر أس سالب 3. لسه قايل طالما البلورة ما غيرناش درجة حرارتها حتى لو طعمناها أو بقت نقية ال إن أي تربيع ثابتة. يبقى لو عايز ال إن هنا يبقى ال إن هتساوي جذر إن أي تربيع، يعني هتساوي جذر 10 أس 24 تطلع 10 أس 12 سنتيمتر أس سالب 3. يبقى الإجابة الصح هي رقم ب. يبقى فكرة السؤال إن من البلورة المطعمة هجيب ال N في ال B، هو مديني ال N وال B هضربهم في بعض يديني N I تربيع. بعد ما أجيب ال N I تربيع لو عايز الفجوات أو الإلكترونات في البلورة النقية آخد جذر N I تربيع.